السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنتمنى تكونوا في ألف خير يا ربي. شكرا بزاف متابعين على ألف مشترك، اللي يخطيكم والله ييسر أموركم يا ربي. كنتمنى منكم مزيد من الدعم إن شاء الله يا ربي. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم طريقة ديال تحضير السفة المدفونة بطريقة مغايرة على المعتاد. وبالنسبة للناس اللي كتعجل لهم ان شاء الله في هذا الفيديو ما غتبقاش تعجل ليك. وغتجيك بنينه 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 ما تصورش شحال. المهم غير تبع الفيديو الى الاخير وما تنساش جيم واشتراك القناه باش يوصلك دائما الجديد. ان شاء الله يا رب. اول حاجه غناخد الزبيب، شحال ما كان ديال الزبيب، 2 دراهم 3 دراهم، شحال ما كان ديال الزبيب غادي تاخدو، غتغسلو، غادي تقطعو بحال هكا. انا ما كيعجبنيش نخليه مجموع، يعني كيف غنشريه كيعجبني نقطعو باش كيطلق داك العسل ديالو في الصفه بحال هذا الشكل هذا. يمكن لكم ديروا حتى الشريحه تين. الشريحه راه معروفه عندنا حنايا، راه زوينه البنات حتى هي كتقطعها على شكل الزبيب حتى هو كتقطعو رقيق 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 مزيان وتضيفوه مع الزبيب حتى هو في الصفه. هنا ولدي بقى يبكي كيقول لي عطيني شويه ديال الزبيب، واخا كنت عاطيه خصو هذاك الشيء اللي كندير انا او باش نتفك منه عطيته شويه. المهم ما علينا، كملت في التقطيع ديال الزبيب وغادي ناخذ التمر حتى هو غادي نقطعو على هذا الشكل هدايا. هو الزبيب والشريحة والتمر الدور ديالهم كيطلقوا داك العسل في السفة، فاش في التفويره الاخرانيه فاش كنضيفوهم وكيطلقوا داك الحلاوه ديالهم صراحه كتجي بنينه، كتواتى مع كاوكاو، كتواتى مع اللوز، كتواتى مع يعني الاضافات اللي كنديرو. وحتى هذاك المرقه ولا ديك الحشوه اللي دايرينها من الداخل. فاش تاخدي فورشيط راه واحد البنه خطيره البنات ما تصوروش شحال. صافي غادي نستمر هكا، غناخد التمر وغادي نقطعو حتى هو على هذا الشكل هذا. شحال ما كان ديال التمر على حسب الكميه وشحال ديال الناس. بالنسبه انا غير 2 ديال الناس ووليد صغير، يعني ما كنديرش كميه كبيره باش ما كيبقاش عندي داكشي كيضيع، يعني كندير على قدنا اللي غناكلوه باش كلشي كيتكال ما كيبقاش. الصراحه والله حتى كتكال ما كتبقاش حيت كتجي بنينه، ما تصوروش شحال بنينه. اللي غتجربها راه غادي توافقني الراي. صافي غادي نستمر على هذا الحال هذا. بالنسبه للبنات اللي بغات الشريحه اللي بغات عندها الشريحه وبغات دير الشريحه ما تكثرش، ديرها غير 2 حبات قطعوهم على هذا الشكل هذا. صحيه وفي نفس الوقت كتعطي واحد المذاق ديال التعسيله بنين وزوين، يعني ماشي شي حاجه. كيعجبني نزيد هاد الاضافات هادو كيزيدوا بنا. غير ما تنساوش بحال التمر واخا تشريوه يكون معلب في كرتونه، ضروري من الغسيل البنات على حسب كيكون مغبر. ضروري ضروري اي حاجه غسلوها. صافي بعد ما انتهيت من تقطع غادي ندوز للصفه، غناخدها على هذا الشكل هذا. غادي نسقيها بشويه ديال الزيت والملحه، راه دايره لها الملحه، وغادي نفتلها مزيان بيديا، يعني غادي ندخل داك الزيت وداك الملحه. واخا الملحه الصراحه راه يعني في الاول راه ما كتبقاش، يعني كتجي مسوسه. ضروري في الاخر في التوفيره الاخرى تزيدها شويه ديال المليحه. ما علينا. المهم هنا غادي ن- نبسبسوها مزيان على هذا الشكل هذا حتى ندخلو فيها داك الزيت. وغنديروها الفور بلا ما، يعني هكا ناشفه غادي نديروها الفور على هذا الشكل هذا. يعني ما تزيدلهاش الماء، الا درت لها الماء راه غتعجن. اول مره غادي نديرها انا سقيتها بالماء اول حاجه بحال الشكل ديال الطعام، تعجنت ليا في الفوره الاولى. صافي هنايا بعد ما فارت لي الفوره الاولى واحد 10 دقائق هكا ولا 15 دقيقه، يعني طلع البوخ مزيان حيت الماء كان عندي ديجا طايب. غادي ناخد 2 مغارف من الماء اللي طابت به ومغروف من الماء بارد، يعني الماء يكون من هذاك اللي طابت فيه. نتمنى تكونوا فهمتوني. وغادي نسقيها، يعني بحال غنغسلها ونقطرها وغنعاودها تفور الفوره الثانيه. غير هي البنات ما تخليوهاش في الماء بزاف حيت الا خليتها في الماء بزاف راه تعجل. هنا غادي ندوز للحشوه بعد ما درتها تفور الفوره الثانيه. غادي نخليها ترتاح تفور واحد 20 دقيقه هكاك باش تفور ليا مزيان. هنا غادي ناخذ البصله، غادي نقطعها على هذا الشكل هذا طول، يعني
غير طول ماشي دقيقة، نقطعها بحال هكا. كيف قلت لكم على حسب الكميه شحال د الناس اللي بيكم، يعني يمكن لكم تنقصوا يمكن لكم تزيدوا، ما يمكن لك تنقص على حسب هذه الكميه قليله. هذا يعني كيف قلت لكم جوج الاشخاص، هذه الكميه اللي كتقدك. بالنسبه اللي بيهم الناس بزاف راه خلاص، راه كل ما زدتي الكميه كل ما كتزيدي المقادير. كنستمر على هذا الحال. الصراحه انا ما عنديش مع التقطع هذا ديال البروتوكول، انا كيعجبني نقطع بيدي، كنحس بالاريحيه وكنصير بيد دغيا هكا، راه ما كيعجبنيش نقطع. ما عرفتش، ما كنرتاحش في القطاعه بزاف، قليل فاش كيعجبني نخدم بها. ومن طبيعة الحال غادي نحك واحد جوج سنات ديال الثوم ولا سنة، شحال ما بغيتو. صراحة الثومة ضروري، عزيز عليا في الطياب، كتبنن. وشوية ديال القزبر. هنا غادي نجيب صدر ديال الدجاج، ياك غنقسمو وغادي نخليه يتكونجلا شوية باش يساعدني في التقطاع. كيعجبني نقطعو على هاد الطريقة هادي طريقة رقيقة بحال الشكل ديال بحال غادي نقطعو نديرو في طاكوس، يعني رقيق بزاف بحال هكا كيف كتشوف. باش ملي كنساويه فوق الصفة، الطبق الثاني فوق الصفة، كتجيني وكتصاوبي الصفة كاملة يعني مدفونة. فاش كطلعي بالفورشيط ما كتبقاش يعني عاد تقطعي اللحم، يعني كتجيك ساهلة في الهزة ديال الفورشيطة، يعني كطلع اللحم بداكشي مخلط، يعني المذاق كيجي زوين بزاف. المهم غادي نقطعو الصدر ديالنا كامل، غير واش ضروري يكون كونجلي باش يساعدنا في التقطاع، لكن مازال خضر ما غاديش يساعدك في التقطاع. غادي نقطعو هكا، وحتى في السفة كتساوى كاملة، يعني ماشي غندير غير في الوسط، غندير في الجوانب وفي كلشي، وعاد غادي نغطيها بالسفة، وعاد غادي نزوقها من الفوق كيف غتشوفوا معايا في اخر الفيديو. صافي غادي نستمر هكا حتى غادي نقطع داك الهدند كامل، داك الصدر الدجاج كامل وصافي. هنا في الاخر غادي نوضع داكشي كامل في الكوكوت، وغادي نضيف شويه ديال الزيت بلديه، وغادي نضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال قرفه زوينه البنات كتعطي لوغو زوين، والسمنه راني ذكرتو. الا كان الزعفران حر حتى هو ضيفي شويه، الا كان الزعفران حر ضيفي حتى هو شويه الخرقوم. المهم غادي نخلطو داكشي كامل مزيان، وغادي نخليهم، ما غنضيفلوش شويه ما غنضيفلهمش الماء، غنخليهم يتقلاو شويه، وعاد غنضيف لهم الماء ونخليهم يطيبوا. هنا التفويره الثانيه غادي ندير نفس الشيء، يعني غادي ناخذ شويه ديال الماء اللي طابت فيه وشويه ديال الماء بارد غير باش ما تعجليش، وغادي نفتلها بحال هكا، غادي نسقيها على قد ما غتشرب على حسب الكميه اللي دايره، وغادي نفتليها بحال هكا، وغادي نخليها ترتاح واحد 5 دقائق 6 دقائق، غنخليها ترتاح. غنفتلها باش حتى الا كانت شي وحده يعني لاصقه مع اختها يعني تفك. صافي وغادي نستمر هكا بنات. شوفوا باش تعرفها بان السفه ديالك طابت، يعني في الاول كتكون صفرة بحال هكا، راه مازال صفرة. في التفويره الاخرانيه كتكون بيضاء، يعني كتكون صافي داك الساعتين طابت، وكتجي زبده يا البنات، كتجي طايبه مزيان. انا بعض المرات كندير لها حتى 4 تفويرات حيت كتعجبني تكون طايبه مزيان. بغيتو ديروا لها غير 3 ديال التفويرات خلاص راه غادي تخليها طيب. بحال مثلا انا دابا في التفويره الثانيه راه خليتها شي 20 دقيقه ولا 30 دقيقه وهي كطيب. هنا راه شربات صافي. من بعد غادي نضيف عليها داك الزبيب وداك التمر اللي درت، الشريحه ما كانش عندي يعني ما ضفتهاش، وغادي نزيد نخلط معاها. شوفوا البنات كاع كل ما كتشرب الماء كل ما كتزيد البياض. غادي نخلطو مزيان البنات هكا، وراني ما ننساش راني ضفت لها شويه د الملحه كيف قلت لكم راه كتجي مسوسه. هانتوما راه بقات بياض. صافي من بعد ما فورتها التفويره الثالثه وخليتها واحد 30 دقيقه ديال التفوار. البنات انا ما كنغطيهاش حيت الا غطيتها راه كتعجن عندي بالتجريب، الا غطيتها ضروري ما تعجن لك. صايي البنات بعد ما ضفت جوج ديال المعالق ديال السكر وجوج معالق ديال القرفه معلقه ديال القرفه وجوج معالق ديال الكاوكاو واللوز، خلطتهم مع بعضاتهم مزيان وزينتها من الفوق بداك الحشوه اللي درت راكم لاحظتوا فوق منها. صافي وعاود الطبق الثالث اللي هو الاخير ديال السفاف،
واللي زوقته بكاوكاو مطحون، ومن الفوق بالقرقاع وشوية ديال الزبيب مقطع وسكر كلاصي.